اخوان. نعم كل الاحترام والتقدير لفريق نادي النصر، وعلى راسنا اكيد الفوز وتاج على رؤوسنا جميع اخواننا في المملكه العربيه السعوديه، لكن اللي شفناه منكم كفعل ورده فعل احنا هذا الشيء ما نتمناه. خلينا نشوف سعود حمود، واحد من اللاعبين نادي النصر، وهذا شويه ما كان صوب اللاعب. يعني احنا نعتذر نعرض هذه اللقطه، لكن لما تتكلمون عن ضيافه خلونا نشوف ضيافه يعني ما ادري يعني معلمي يعني انت لو لاعب اقل رده فعل تقدر تسويها. ما ادري شنو مصيبه اكيد يعني مصيبه، بس انا هذه رده فعل نادي النصر، لان اليوم نادي النصر سيء جدا سيء جدا، فما لقوا حل بهذه الطريقه. يعني في حلول 2013 ما قدروا يحل بارض الملعب، هو ما عنده حل الا النرفزه ولا الاخلاق السيئه. يعني ما تصير الحركه هذه لو على نهائي كاس عالم، وخاصه احنا دولتين خليجيه والكويت والسعوديه واحد، واحنا والمباريات فوز وخساره، والشويه تو يعني مو لاعب من الشوط الاول عشان بينك وبينه شيء، انتم الاثنين يعني سعود حمود ويا شوي توهم نازلين، متى عندك تنرفز؟ متى نرفزك؟ يعني كل هذه الامور تحدث في دول اوروبا وتحدث مباريات، بس مو لهالدرجه هذه. وبعدين تروح تشتكي تقول احنا يعني ضيوف. يا اخي كل ضيف لازم يحترم نفسه، ما يصير يا غريب كنت اديب، معروفه مو الكل. طبعا النادي النصر كيان، فارس نجم معروفين. احنا نتكلم عن بعض اللاعبين نتكلم عن بعض اللاعبين، يعني انت او اي واحد او انت حتى لو بديرتك ولا هذا كنا انت ببيتك واحد نفس هذا يلصق عليك. احنا عارفين الانضباطيه داخل الملعب بالنسبه للاخوان في الاتحاد السعودي لكره القدم. هذه الرساله موجهه من اخوانكم الصغار للاتحاد السعودي لكره القدم. هذه اللقطه بالتحديد انا ما راح اتكلم عن حسين عبد الغني واللي سواه حسين عبد الغني، بالنهايه تعتبر داخل الامارات، لكن هذه اللقطه انا اعتقد الاتحاد السعودي لازم تكون له وقفه مع الاخ سعود حمود، اعتقد ولاعب مو اساسي. وشوف مثل هذه الحركات يعني تضر حتى بسمعه نادي النصر، اكيد راح تضر بسمعه كره القدم السعوديه، وهذا شيء احنا ما نتمناه كاخوان. ابراهيم اكثر لجنه فعاله بالاتحاد السعودي لجنه العقوبات، يعني ما شاء الله عليهم فعالين بكل شيء، يناظرون ولا يرضون 24 ساعه ياكدون على الاخلاق داخل الملعب وخارج الملعب. يعني حتى لو هذا الاحترام، حتى اللاعب خارج الملعب خارج المباراه وعمل شيء يعني يحاسبونه. لجنه الانضباط عندهم لجنه العقوبات، فما اعتقد ان لجنه الانضباط راح تسكت على اللقطه. اخوي عبد الله القرني من الدمام يقول مبروك لكم فوز العربي، واتمنى ان يقبل اعتذاري لكم عن ما حدث من لاعبي النصر. هذه فئه تحمل الفعل نفسه مو الجمهور، يعني يتمنى ان تنقل العقوبات الاتحاد العربي للدوري المحلي حتى يكون هناك ردع لبعض اللاعبين. احنا الاتحاد العربي ما راح نتكلم عنه، يعني الاتحاد العربي دام حط هالحكم على الاقل نبي اول عقوبه على هالحكم اللي شفناه، لكن احنا نتكلم كاتحاد سعودي احنا ثقه انه ما راح يسكت. حتى لو ما له دخل الاتحاد السعودي، انا اجزم وكل ثقه برئيس نادي النصر انه راح يوقف العبث هذا والاخلاق السيئه، لانه هو رجل وامير ويعرف ان الاخلاق السيئه تاثر على سمعه نادي النصر. ما هي الصوره اللي احنا كنا متوقعينها؟ والله يا ابو ابراهيم يعني للاسف لما يكون فريق مثل النصر الملقب بالعالمي وفريق يعني اجيال باجيال يمثله او يكون كابتن هذا الفريق وقائد هذا